قالوا عنها أن هدفها الحقيقي هو إشاعة مبدأ الفوضى الخلاقة في مصر والوطن العربي. اتهمت بكثير من الاتهامات من الحكومات ومن المنظمات ومن بعض الجماعات الإسلامية، وكان آخرها الاتهام من المجلس العسكري بأنها وراء زعزعة الاستقرار في مصر. إنها منظمة فريدم هاوس التي نقف هنا في مقرها الرئيسي في العاصمة واشنطن. جئنا حملنا كل هذه الادعاءات وتقابلنا مع قادتها هنا في واشنطن لنسألهم ونحاورهم ونعرف وجهة نظرهم. نحن الآن في لقاء مع السيد تشارلز دان، مدير برامج مؤسسة فريدم هاوس للشرق الأوسط. Mr. Dunn, how are you doing? Very well, thank you. Thank you for giving the time today. First, سألته عن رأيه في التطورات الأخيرة في مصر واللي فيها اتهامات لمنظمة فريدم هاوس، وهو أجاب أنه منزعج من اختيار منظمة فريدم هاوس بالتحديد لإلقاء اللوم من السلطات المصرية، مع العلم أن في منظمات دولية كتيرة بتقوم بتمويل منظمات المجتمع الدولي في مصر، ولهذا فهو منزعج وقلق من اتجاهات الحكومة لتحجيم دور منظمات المجتمع المدني، والتي يقع على عاتقها مراقبة أداء الحكومة ومراقبة الانتخابات على حد قوله. وعقبت على إجابته بسؤال إن هو كما قلت إنه لماذا تم اختيار منظمة فريدم هاوس مع إن في منظمات أخرى، فإيه في رأيك سبب اختيار فريدم هاوس لإلقاء اللوم عليها بخصوص الأحداث الأخيرة؟ فأجاب: يجب أن توجه هذا السؤال للمجلس العسكري، فأنا لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال، ولكن أستطيع أن أقول لك أن فريدم هاوس كان لها أنشطة مع حركات فاعلة في مصر مثل حركة 6 إبريل ونشطاء آخرون، وربما كان هذا هو أحد أسباب اختيارنا من المجلس العسكري لتوجيه اللوم، ولكن هناك منظمات أخرى تم توجيه اللوم لها، فنحن لسنا وحدنا في هذا الشأن. وقال أيضا أنه قلق على وضع منظمات المجتمع المدني في مصر، والتي له دور فعال في الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر. وسألته عن الوصف اللي بتوصف به على الإعلام إن هم منظمة بتسعى لنشر مبدأ الفوضى الخلاقة في مصر والشرق الأوسط. على هذا السؤال، وبمناسبة أنه ذكر الخدمات اللي بتقدمها المنظمة للنشطاء والحركات، سألته: هل يمكنكم تقديم التدريب والعون أيضا لحركات إسلامية، أم أن خدماتكم تقتصر فقط على التيارات الليبرالية والديمقراطية؟ قال لي وأجابني إجابة صريحة قائلا: اسمنا هو بيت الحرية، ونحن نؤمن بالديمقراطية، وأهم شيء هو حرية الرأي والاعتقاد، ونحن نعمل مع تيارات مختلفة ومتنوعة، وندخل في الشؤون أو عمل سري على حد قوله. فعقبت على إجابته متسائلا: إذا قلت أنكم تعملون وفق القوانين والسياسات المصرية وأنكم لا تخالفون أي نوع من أنواع القوانين المصرية، فهل أنتم مسجلين في مصر كمنظمة مجتمع مدني؟ فأجاب: لا، هم ليسوا مسجلين حتى الآن كمنظمة مجتمع مدني في مصر، وقال أن التسجيل صعب على كثير من المنظمات العالمية